تخيل تمشي في مبنى واحد وتشوف حضاره عمرها 7000 سنه حواليك. ده اللي عملته مصر في المتحف المصري الكبير، وده أكبر متحف أثري في العالم لحضارة واحدة بس، الحضارة الفرعونية. والمتحف مش بس تحفة معمارية، ده مدينة كاملة للحضارة، متصمم على شكل أشعة الشمس وهي بتغيب ورا الأهرامات، ومساحته 500,000 متر مربع، يعني مش هيكفيك يوم واحد عشان تستكشفه كله. وأول ما بتخش من بوابة المتحف تلاقي رمسيس التاني واقف بكل شموخ وبيستقبلك وبيرحب بيك وكأنه بيقول لك اتفضل يا باشا، هي دي حضارتي. ولأول مرة من 100 سنة كل كنوز الملك توت عنخ آمون اتجمعت في مكان واحد. أكتر من 5000 قطعة ذهب ومجوهرات اترمموا في أحدث معامل الترميم بإيد مصرية 100%. وفعلا الجمال الحقيقي مش في الماضي بس، لا ده كمان في المستقبل اللي بتبني هنا. يعني تخيل معايا في مجمع ثقافي ومركز مجتمعي معمول علشان يجمع الناس، منارة معرفية فيها روح، فيها نشاطات تفاعلية بتشجع على الإبداع، على الفن والابتكار والتعليم، وفي كمان تجارب لواقع افتراضي تخليك فعلا تعيش التاريخ بنفسك. سينما، مكتبة ضخمة، وجناين واسعة تستمتع بيها. واللي بيحب التاريخ بقى واللي قلبه في الحضارة دي هينبهر بمركز الترميم الأحدث في العالم. تقدر تشوف الكواليس بنفسك وتعرف ازاي بيحافظوا على الآثار القديمة دي بكل دقة وحب واهتمام. واللي عايز يعيش اللحظة دي على مزاجه، المطاعم والكافيهات هناك بتطل على الأهرامات. من الآخر يا جماعة، المتحف المصري الكبير ما فيهوش حد ما يلاقيش اللي نفسه فيه.